كنت أقرأ في رد لما يسمى بوكالة الأنباء الجزائرية على ما يقال من أن عطاف ذهب إلى سوريا وطالب باسترجاع ضباط وجنود جزائريين ومن عند النظام الجديد اللي كان يسموه إرهابي. والحقيقة أن هذا الموضوع نشرته بداية إذاعة مونتي كارلو عن طريق مراسلها في سوريا، ثم نقلته عليها تلفزيون سوريا اللي هو تابع لعزمي بشارة واللي هو ممول قطريا، ثم أخذته جهات أخرى. وهو عنده أيام هذا الموضوع يمشي، وكانوا بعثوا لي كثير من الناس يقولوا إيش رأيك فيه. في المرات اللي قدرت نجاوب قلت لهم راح نقول لكم رأيي اللي قلته الآن. رأيي فيه أنه هذا مش صحيح. لماذا؟ بالمنطقة مش صحيح أن هناك ضباط وجنود وأعضاء من البوليزاريو كانوا يقاتلون مع نظام بشار. ما بين 2013 وال 2015 العصابة في الجزائر أرسلت ضباط وأرسلت طيارين خاصة وأرسلت طائرات ساهمت في قصف الثورة السورية. وأنا تحدثت عن الموضوع هذا في 2013 و 2014 في وقته. قلت أن هناك كثير من الدلائل وعندنا بعض الشهادات تاع بعض الناس مطلعين على الموضوع يعني. وآنذاك لماذا أرسلوهم آنذاك، ولماذا الآن نقدر نقول باللي لا هذا الخبر الآن مش صحيح؟ آنذاك لأن نظام بشار كان على أبواب السقوط. نظام بشار بعد ما بدأ يقتل الشعب السوري وانشقوا من عنده عشرات الآلاف من الجنود والضباط خاصة الصناع، والتحقوا بالثورة وشكلوا مجموعات مسلحة إضافة إلى المجموعات الإسلامية إلى آخره، ودخلوا حزب الله يساعد في النظام، فشل، دخلت إيران فشلت، فأصبح هناك جاء السيسي ساعدهم وجاء النظام الجزائري ساعدهم، العصابة اللي كانت موجودة آنذاك، ولا أدري من أيضا، يعني على الأقل في هذا الاثنين يقينا، يعني هذا الاثنين يقينا، وإن كان بالنسبة للمصري كان ذكرتها حتى بعض الجهات وبالنسبة للنظام الجزائري كان ذكرت لكن لم تكن بشكل موسع، لكن أنا كانت عندي أدلة في وقتها يعني. أما عندما تدخل الروس فالنظام الجزائري خلاص، العصابة في الجزائر لم تعد ترسل بعسكريين أو بطيارين خاصة، أرسلت طيارين وأرسلت أسلحة وأرسلت ضباط، أرسلت، لكن ما بين 2013 وال 2015. لماذا نقول بعد ما تدخل؟ لأن كي تدخل الروس أولا بعد أشهر بدأ النظام السوري يسترجع المبادرة، الإيرانيين أرسلوا مزيد من الميليشيات والإيرانيين أرسلوا المزيد والروس دخلوا بآلاف، وبالتالي بدأت الثورة السورية المسلحة تتراجع. ثم الدول الغربية بعد ما صارت فيها كثير من التفجيرات بدأت مش فقط لا تدعم الثورة السورية وإنما تحاربها. بالمناسبة هم الثورة السورية المسلحة لم يدعموها يوما، يعني كانوا يدعموها بالخطاب. صحيح العصابة في الجزائر ظلت تدعم النظام السوري إعلاميا، دبلوماسيا، تقنيا، ماليا، هذا كلها فعلته ولآخر نهار اللي سقط فيه. أما عسكريا فهذا الخبر نتاع وجود 500 جندي وضابط إلى آخره هذا ليس صحيح، لأنه باختصار بسيط لم يكن أحد يتوقع سقوط بشار بداية من 2017. خلاص الجميع، لما أقول أحد يعني من أنظمة ومن دول إلى آخره، طبعا ثوار سوريا كانوا مازال، ولذلك بقت عندهم الجذوة، بقت عندهم الإيمان والإصرار، وهذا اللي حقق لهم فيما بعد ما أرادوا. أما القول الآن أن في 500 جندي وضابط ومعهم البوليساريو هذا ليس صحيح. المنطق يفنده تماما. بشار لم يكن يحتاج إلى رجال للقتال، إلى مقاتلين، خاصة كما قلت بعد 2017 وثم جاءت 2020 وكانت تفجيرات الإرهابية سواء اللي منسوبة لداعش أو اللي مفبركة فأنهت فكرة دعم الثورة السورية المسلحة. لكن كما قلت من 2013 و 2015 ظلوا. بعد 2015 كان دعما ماليا، تقنيا، اعلاميا، دبلوماسيا، شفناه يعني الممثل تاع العصابة في ما يسمى مجلس الأمن إلى آخر لحظة
يقول لك هؤلاء إرهابيين، هؤلاء إرهابيين. خرجت، أنا جبتها على وكالة الأنباء، خرجت ما يسمى بوكالة الأنباء ودارت رد. واش جا فيه؟ من بين ما جا فيه، مش حنقرأ كل الرد لأنه سخيف. يقول المثل العربي: على قدر الصراخ يكون الألم، ويبدو أن المملكة الجارة قد تألمت كثيرا من الزيارة التي أداها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف مؤخرا إلى سوريا. وعلى قدر هذا الألم كان صراخ مجندي المملكة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مختلف مواقعهم الإلكترونية الإخبارية، وقد ذهب بهم الأمر إلى حد اختلاق الأكاذيب والافتراءات ونشرها على أوسع نطاق، عملا بمقولة جوزيف جوبلز إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كلام تاع ذباب. هذه مش وكالة أنباء. وكالة الأنباء لا تقوم برد مثل هذا. ذباب دار، راك تقول راك تتهم الذباب المخزني بهذا. خلي بالذباب نتاعك، انت راه عندك انت الذباب اللي عندك اكثر من الذباب المخزني ربما 50 مرة. لكنه فاشل، ما عندوش عقيدة، ما عندوش قضية يدافع عليها، فاشل. أنا شفنا بعض الذباب نتاعكم هم خرجوا يتسابوا ويتلاعنوا إلى آخره إلى آخره، وبعضهم عاود دار عليكم، وبعضهم كانوا يقول لك القنصليات هي يتحرك فينا إلى آخره. فأنتم ما عندكمش. ولذلك أنا نقول من هنا لهذا المدعو مزيان، هذا وزير البروباغندا الذبابية، لن تستطيع لا أن تجعل لا من التلفزيون ولا من وكالة الأنباء ولا من القناة الدولية ولا من كل الأبواق انت اللي راكم تصرفوا عليهم مئات الملايين من الدولارات سنويا، لأن ما فيش عقيدة يؤمنون بها وفكرة يدافعون عنها، ولأنهم يرونكم متصارعين، نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون، ولأنهم يعرفون أنكم حاصلين في الزيت وفي القهوة وغارقين وطيح شوية أمطار تغرق البلاد. فما كانش قناعة، كاين شوية ذباب حسب ما تعطوهم يسبوا يخرجوا يسبوا، وذبابكم متخلف جدا جدا، لأنك يبدأ يسب ويتهجم بكل الألفاظ القبيحة، حتى لو كان يكون يدافع على قضية صحيحة الناس تهرب منه. الناس في النهاية لا تقبل الفاحش المتفحش البذيء اللي يقول أي كلام يرمي أي كلام. الناس عارفاته بلي ذباب. بدأوا يتفطنوا مؤخرا، ولذلك قاموا باعتقالات ل5 أو 6 مما يسمى بالمؤثرات والمؤثرين، لأنهم اكتشفوا أن هذا راه يرجع لهم بالضرر، إضافة إلى أنهم اكتشفوا بأن الإمارات في الحقيقة قاعدة تدعم في هذه المؤثرين والمؤثرات باش ينشروا أكبر قدر ممكن من التفاهة في البلاد. هذا يناسب العصابة أيضا، هذا ما يضرهاش، لكن خافوا من هؤلاء اللي تجيهم هذوك نتاع كبس 500 أورو ومانيش عارف، خاصة تيك توك، لما تبينوا أن جزء كبير منهم يأتي من الإمارات أو من جهات مربوطة بالإمارات، فعرفوا أن الإمارات اخترقتهم أيضا بما يسمى المؤثرين والمؤثرات اللي خدمتهم هو نشر الخلاع، نشر الدعارة عزكم الله. وتحولت كثير من الحسابات في التيك توك وغيرها، لكن خاصة في التيك توك، إلى مراكز تاع دعارة بمساندة المخابرات. لكن بدأوا ينتبهوا بأن هذا أيضا بدأ يرجع عليهم عكسي، خاصة مع وجود جهات خارجية ومنها الإمارات. إذن باش نقول هذا مزيان،